المعروف ان لما بيبقى الصراع قوي في مسألة التأهل إلى مسابقة كبيرة زي كأس العالم، فبتبقى النفوس شايلة من بعضها، وده بيحصل في كل الدنيا على الأقل، يعني حتى بيحصل في القرى لما قريتين بيلعبوا بعض بتنتهي المسألة بمعركة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. المسألة دي بتحصل في الجزائر. معلومة تانية إن مشجعين الجزائر عصبيين جدا وشرسين، ودي شيء معروف. فكان لازم ان يتعمل حساب المسألة دي ابتداء من الإعلام يبقى رصين بيتكلم في المظبوط في الشيء المفيد، وليس في التهييج او العنجهية ان مصر دي فوق الجميع وكذا. فوق الجميع؟ احنا اللي بنقول فوق الجميع، المفروض الناس هي اللي تقول لنا انتوا فوقنا، مش احنا اللي نقول احنا فوق الجميع واحنا لا فوق الجميع ولا شيء. وتبقى مسائل ملهاش علاقة خالص بالتصرفات السليمة، وبالتالي بيتهيج مشاعر الناس الآخرين، بيردوا وبنرد عليهم، وهكذا تتصاعد المشاعر السيئة من الجانبين. وبعدين الأمن والتشجيع. يعني ليه أنا ما بعتش المشجعين الأصليين للسودان اللي هم زي ما الجزائر عملت؟ وليه ما بعتش؟ ممكن أبعت إلى السودان قوات في شكل مدني لحماية المشجعين. ليه ما يعني في عناصر كتير كان يجب اتخاذها، وبالتالي ما كانتش ممكن تحصل الأزمة دي، إن ما عرفناش ندير الإعلام بشكل جيد بحيث يحفز لاعبينا بشكل قوي ويهبط من عزيمة اللاعبين الآخرين. نفس الشيء حصل. الجزائر الآن كسبة المعركة الإعلامية في الخارج، كل الدول عارفة إن مصر هي اللي أخطأت، في حين إن إحنا اللي اتضربنا. مسؤولية مين؟ بالإضافة إلى إن حسني مبارك بيستخدم هذه الأزمة من بدايتها لصالحه، بحيث يظهر دائما هو الرجل المنقذ المدافع عن كرامة الإنسان المصري وغيره، في حين إن هذه المسألة ليست صحيحة. ليست صحيحة. أيوة فريق كرة القدم أيوة، لكن طب المصريين اللي اتضربوا دول فين؟ يعني نستنى لما يتضربوا وبعدين نقول إن إحنا بندافع عن الإنسان المصري؟ وبعدين البني آدمين المصريين في كل مناطق في العالم، كل دول العالم، السفارات ولا بتساعدها، واللي سامعيني وبيعيشوا في بلاد أخرى غير مصر عارفين دي كويس، إن السفارة تتعامل معاهم بشكل سيء، ولا تعتبر كما لو إنهم ليسوا رعايا الدولة المصرية. إنما عشان يكسب بونت في المعركة الانتخابية اللي هو بادئها من زمان ولسه ما نعرفش مين اللي هيجي قدامه أو قدام ابنه، هيبقى فاضل له 19 يوم، اللي هيجي ينافس ابنه أو ينافسه هيبقى قدامه 19 يوم يعمل فيهم دعاية، في حين دول بيعملوا من 30 سنة دعاية. وجمال مبارك ظاهر بقاله 7-8 سنين، تلفزيونات بتنقل عنه والجرايد
واصبح شخصيه مشهوره، والمنافس بتاعه لا احد يعرفه الان مين هو، ولما هيجي هيبقى عنده 19 يوم فقط يعمل فيهم دعايه. مفيش عدل. فين العدل؟ فين الاداره؟ فين اداره الازمات؟ فين الدوله؟ بتدور على الاحتفاظ بالكرسي. هو ده اللي بيحصل. شكرا.